بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بالصحه وبالف خير. كل سنه وانتم طيبين. شايفين رمضان عمال يجري بسرعه ازاي، وفجاه بقينا 6 رمضان وطار منه اول اسبوع. هي الايام الحلوه كده بتجري بسرعه. يا بركه رمضان خليكي في الدار. هعمل معاكي فيديو النهارده، يا رب كده تشجعني باللايك والاشتراك، والاول مره تشوف القناه اشتركي فيها على طول. تعالي هنا معايا فرخه. الاول انا غسلتها ونضفتها، وتعالي نعمل مع بعض محلول قاهر الزفاره اللي ناس كتير بتسالني عليه. انا هعمله معاك اهون. حطيت هنا في شفشق الخلاط هنا طماطمايه، ونص ليمونه واحده بقشرها، وحته قرن فلفل اخضر كده، نص ليمونه واحده بس. ايوه، الفايده كلها في قشر الليمون، ما هوش ربع كيلو ليمون. والفلفل الاخضر والطماطم هينسكوا الزفاره. افتحي بقى عليهم شفشق الخلاط بعد ما تضربوهم مع بعض، وشم احلى ريحه بجد. دوبا قهر الزفاره وتحدي باي حد. انزي بقى الطحينه، انزل ربع كيلو مثلا ليمون، انزي روزماري، انزي الافتكاسات دي كلها. لا، هو دون اللي هيجيب لك من الاخر وما يخليكيش الفراخ بتاعتك فيها اي زفاره. وشويه دقيق وشويه ملح، وسيبوهم بقى منقوعين كده في قلب الفرخه نص ساعه ربع ساعه على حسب المده بتاعتك. واتحداكي صدقيني مش هتلاقي في اي زفاره. خلاص سيبنا الفرخه كده عشان تتنقع كده. تعالي من اول بقى، انا ما عملتش السنه دي معاكم فول، بس هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنا معايا هنا كوبايه من الفول اللي هو المصري، اللي هو البلدي يا جماعه. لان انا كنت قلت لكم في الفيديو قبل كده البلدي والانجليزي. لا، الفوله دي يعني الفوله البلدي انا ما بغيرهاش خالص. غسلتها ونقعتها لمده ساعه كده، وكل ما تنقعي اكتر كل ما يكون احسن. الفوله البلدي دي ميزتها ايه؟ ان هي بتكبر لما بتبقى قد عقله صباعك كده، وبتفضل بيضه شامعه وحلوه قوي وملحمه كده، وما تحسيش خالص كده بقشره الفوله. بتبقى زبده كده في بقك والله العظيم. ما بغيرهاش، بقالي 20 سنه بستخدم الطريقه دي. طيب حطيت ايه؟ عصرت ليمونه وشلت منها البذر، حطيت طماطمايه، حطيت شويه عدس اصفر، حطيت هنا شويه بتاع ده اللهم صل على النبي اسمه ايه، فول مدشوش. طب الحاجات دي ليه انت بتضيفيها؟ ليه انت هتعملي لنا عدس شوربه؟ وكمان كنت حطيت فصين من الثوم. الحاجات دي بتطعم لك طعم الفول قوي، وبتخليه ريحه حلوه كده، وبتقل لك الميه. طب انت لو انت هتعمليه في القدره، مقدار الميه هي ايه؟ شفت المكان اللي انا بشاور لك عليه كده؟ هتملي القدره لغايه الايه الحلق بتاعها دوت، لغايه المكان اللي انا شاورت لك عليه دوت. خليكي معايا كده ولفي بقى. انا علقت على الفول الاول يغلي، وبعد كده انا بحطه على السخان دون. يعني انا ما بعملوش على البوتاجاز. عندي السخان دون كان سعره رخيص ايام زمان طبعا، كان ب 25 جنيه والله، وكنت بقول عليه غالي بس طلع حلو قوي. اول ما ارفع القدره كده على البوتاجاز تغلي، وبعد كده بقوم حاطه فيشه السخان يسخن معايا. ما ينفعش احطه على السخان يسخن، هياخد وقت طويل. وبسيبه بقى على السخان ياخد ويدي مع بعض بشكل ودي بقى كده. ما بفتحش عليه خالص، ولان عارفه مقدار الميه بتاعته، عشان الفتحه عليه كل شويه بينشف لك القشره بتاعته او تجلده. فانت ما تفتحيش على الفول عشان يطلع حلو قوي معاك. وهسيب لك اللينك ان شاء الله بتاع طريقه الفيديو بتاعت الفول، عشان تشوفي الفوله الانجليزي شكلها ايه والفوله البلدي دي تكون شكلها ايه. جبت هنا حله كبيره بقى طبعا. تعالي نعمل الديك الرومي بتاعنا دون. جبت حله هنا المونيا او اي حله موجوده عندك طبعا. بدات ادي صدمه للفرخه بتاعتنا. طريقه الصدمه دي او ان انا اشوحها الاول بتدي ريحه حلوه وطعم حلو قوي من غير زيت او سمنه. عايزه تضيفي سمنه بلدي عادي طبعا ما انت تحبي. ببدا ادي لها صدمه واشوحها من كل النواحي كده. بتبقى الصدمه دي بتدي لك طعم حلو قوي وريحه حلوه كده للفراخ. تعالي بقى نشوف البوكيه الكارنيه بتاعنا اللي هو ايه بتاع الايه الشوربه اللي بيطعم لك الحاجه بتاعتك. بصلايه، جزرايه، طماطمايه، كان فص من الايه، فص من ايه اللي هو ايه، الحبهان اللي هو الحب بان يا جماعه من الاكل. ما هو الحب بيبان من اول معلقه كده والله العظيم. هياكل الاكل كده ويبتسم، يا سلام ما اقولكيش. هيبقى منشكح انشكاح طبعا. هو كده هياكل الاكل ويبقى مبسوط خلاص. ورشه من الفلفل الاسود. الحاجات دي بتطعم لك الشوربه وبتخلي لك ريحتها حلوه وشكلها حلو كده. وبعد كده نزلت بالكبد القوانص وغطي عليها شويه واسيبها تنزل تنهز كل البهاريز بتاعتها. ركزي معايا، لازم انت تسيبيها كده على نار هاديه علشان خاطر تنزل لك كل البهاريز. ايوه البهاريز دي بقى انت هنا بقى وانت بتكشفي كده الحله بتشم الريحه الحلوه. بتشم ان ريحه الحاجه بتاعتك كده مغسوله حلوه وما فيش فيها زفاره. وريحه البصل والطماطم والجزر والحاجات دي بتدي لك ريحه حلوه. طب انا ضفت ايه؟ انا ما ضفتش ملح. ما انا بقول لك اهو ركزي مع الفراخ دي فراخ امهات من اللي هي بتبيض البيض الاحمر. فانا ضفت هنا معلقه صغيره من السكر عشان ايه يعني تسرع التسويه شويه، لان هي بترزع لها من ساعتين ل3 ساعات على النار، وبتسيبيها تاخد وتدي مع بعضها. بس بيبقى طعمها حلو ولحمها احمر كده وفي منتهى الجمال. طب انا هعمل جنب منها، هي المفروض كان يتعمل جنب منها محشي، بس انا عملت جنب منها شويه بسله وشويه مكرونه وشويه ملوخيه خضراء. تعالي كده الاول بقى
انا مسكت البصلايه بالطريقه بتاعتنا بتاعت ايام زمان، مش في ايه، مش في الكبه ولا المبشره الكلام دون. حطيت شويه زيت في قلب الحله ومسكت البصلايه قطعتها خرطتها حتت صغيره كده، وابدا ايه كده اصفرها. يا ريت كده لو انت اول مره تشوفي القناه شجعيني واشتركي في القناه واكتبي لي تعليق حلو منك وقولي لي انت بتتابعيني من اي بلد، ده حاجه بتبسطني وبتفرحني جدا. اكتبي لي بس انت بتتابعيني، ولو اي سؤال انت عايزه تعرفيه اكتبيه لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. ويا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. خلاص هنا ببدا صفرت كده. طبعا انا بعمل البسله بطريقتين، ممكن اعملها طريقه ني في ني وكله مع بعضه، والطريقه اللي قدام حضراتكم دي بتطلع طعمها حلو، ودي برضك بتطلع طعمها حلو. يعني انت لو عايزين انهي طريقه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليك. صفرت البصل لونه اصفر ذهبي كده فاتح خالص، وبعد كده نزلت بالطماطم، وهضيف هنا معلقه من السكر. ايوه معلقه من السكر. انت كل اكلك حاطه فيه سكر؟ ايوه انا بحب احط السكر في كل الاكل بتاعي، بيخلي ريق الاكل كده مسكر. واي حاجه فيها طماطم حطي فيها سكر عشان تعادل نسبه الحموضه وتظهر لك طعم الاكل. خلاص انا ركنت هنا الحله بتاعت البسله على جنب. هنا بقى الحله بتاعت المكرونه، حطيت فيها شويه زيت ونزلت بشويه طماطم ومعلقتين صلصه. بحب اضيف معلقتين صلصه كده في صلصه الطماطم، بتخليها لون احمر شويه. طب هنتبلها بايه؟ ملح وفلفل اسود وشويه شطه بس. هي المكرونه بتعمل كده. دي مكرونه الحله الواحده يا جماعه، ولا هنسلقها ولا هنحمرها. ضفت ملح وفلفل اسود وشويه شطه وشويه ايه سكر زي ما انتم شايفين كده، واقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هركنها على جنب لغايه لما تتسبك. ايوه حاجات يعني حاجات بسيطه في قلب الاكل بس ساعات بتظهر طعم الاكل. هنا خلاص هنا الطماطم السبكت بتاعتنا هي. هنزل بقى بالبسله. البسله طبعا كانت متفرزه، اي حاجه متفرزه عندك في الفريزر انزلي بيها وهي مجمده. وطبعا ما بتتغسلش من التلج او تسيبيها لما تفك، لا وهي مجمده انزلي بيها، عشان انت لو سبتيها لغايه لما تفك من التلج بتتهري وهتبوظ معاكي. فنزلت هنا بالبسله، بس انا كنت بشوف كده انا هاخد شويه صغيرين يعني ولا شويه كتير، ورجعت حطيت كل اللي في الكيس. انا عندي هنا شويه جزر، طبعا البسله مع الجزر انا بعمل ده لوحده وده لوحده اهوان. وهبدا كده بقى اقوم مقلبه كل المكونات دي، وهزودها شويه شوربه من بتاعه الفرخه الحلوه بتاعتنا اللي ريحتها طالعه مفحفحه دي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بعد كده هنعمل ايه؟ قلبنا خلاص كده الحاجه مع بعض. هشوف الشوربه بتاعتها عامله ازاي. شوربتها خطيره يا جماعه وحياه ربنا، خطيره خطيره، احسن من شوربه البط مليون مره. وطعمها كان زي السكر ولحمها احمر وفي منتهى الجمال. هي مشكلتها حاجه واحده بس، ان هي بتغيب في التسويه. خلاص كده انا قلبت. تعالي نظبط بقى الملح وشويه فلفل اسود شويه كمون، وهنسيبها تغلي كده مع بعض، وبعد كده هتلاقيها استوت ويبقى طعمها زي الفل. ممكن طبعا تعبيها في طواجن وتحطها في قلب الفرن كده تتشمع وتاخد تحميره كده من قلب الفرن، بتبقى طعمها حلو قوي برضه اهوان. حلو قوي الكلام دون. تعالي بقى نعمل المكرونه. المكرونه اول بقى، معلش هنا الكاميرا فصلت مني. طب انا ضفت الميه زي ما قلت لك. المكرونه دي مكرونه الحله الواحده، يعني انا لا هسلقها ولا انا هحمرها. بعد ما الطماطم اتسبكت، شوف انا بنزل من المكرونه من الكيس، ما حمرتهاش ولا سلقتها. الطريقه دي حلوه قوي قوي وبتطلع مفرفره وجميله وما بتلزقش، بالرغم ان انا عاملاها في حله المونيا، ما هياش حله تيفال ولا سيراميك بس، ولا هتلاقي وحده مكرونايه دلوقتي نزلت. طب انت هتضيفي الميه قد ايه لكل كيس؟ كل كيس ضيفي عليه كوبايتين ونص من الميه. اول ما الميه تغلي، ولازم الميه تغلي، تنزلي بعد كده بالمكرونه. واول ما تاخد غلوه زي ما انت شايفه كده قلبي المكرونه. شوفي ما فيش ولا واحده لازقه في الحله. هطفي عليها ودلوقتي هتشوفيه اول ما تبدا تشرب بتعملها زي الرز، بتهدي عليها النار وبعد كده بترفعها تتردد. شايفه شكل المكرونه بقت عامله ازاي؟ حله المونيا، ولا لازقه من الجوانب ولا متقطعه ولا مهريه ولا معجنه ولا اي حاجه خالص. شايفه شكلها حلو ازاي؟ انا هنا عملت شويه ملوخيه ناشفه، هسيب لك طريقه الملوخيه الناشفه في قلب في لينك الفيديو ان شاء الله. شوفيه طريقه حلوه قوي وطعمها بيبقى حلو قوي، يا تكات ويا حركات بصراحه. شوفي شكلها حلو ازاي. وهنا خلاص البسله بتاعتنا استوت اهي. وخلاص خلاص الفيديو بتاعنا جرى بسرعه، بس انتوا بتستعجلوا بتطلعوا من الفيديو. اكتبي لي كده تعليق حلو منك وشجعيني كده بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. وهنا معانا الوحش الكاسر الوحش الكاسر لها الساعتين. خلاص هطلعه واحمره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.